ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض وصفه حلوه قوي. هتنفع معانا في فطار رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. هي دي الكنج اللي بتبقى على السفره في اي عزومه. لازم بتكون موجوده طبعا. هنعمل مع بعض المكرونه بالبشاميل. احنا هنعملها اقتصاديه جدا. يعني لو متوفر عندنا ربع فرخه ممكن نعمل الوصفه. لو متوفر عندنا برضو سجق، يعني كمية بسيطة هنقدر نعمل الوصفة برضو، او لحمة مفرومة. المهم ان هي اي حشوة ممكن نعملها وهتطلع معانا بالجمال والحلاوة دي. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض وصفتنا ونشوف هنعملها ازاي، وازاي هتطلع معانا جوسي وطرية وحلوة كده. هتقدميها في العزومات وهتشرفك قدام ضيوفك. حاجة كده حلوة قوي. هنشوف بقى احنا عملناها ازاي وازاي طلعت معانا بالحلاوة والجمال ده. هنبدأ الأول بالبشاميل. أنا معايا 4 معالق كبار هرميين من الدقيق، هحطهم في الخلاط. احنا هنعمل البشاميل بتاعنا خفيف خالص، عشان يبقى خفيف كده، ما تبقاش صينية البشاميل تقيلة. ومعايا لتر لبن، حوالي 4 كوبايات لبن انا غليتهم ويدوبك بس بردوا شوية، وهضيفهم على الدقيق وفي الخلاط على طول، وهنضربهم ضربة مبرحة كده. وفي الوقت ده انا هكون حاطة، انا مش هحط ال4 معالق اللي بعدد الدقيق سمنة، لا انا هحط معلقتين بس. انا عايزة المكرونة بتاعتي تكون خفيفة مش تقيلة. هحط معلقتين سمنة، وممكن تحطي سمنة على زيت. اول ما هيسيحوا معايا كده هروح نازله بالخليط اللي انا ضربته في الخلاط دلوقتي، اللي هو عباره عن دقيق، 4 معالق دقيق ولتر اللبن. هاخده بس كده ايه، يعني اول ما يبقبق معايا كده عشان بس الدقيق طعمه يختفي. خلاص هو يبتدي يتقل معانا اهوت. هضيف بقى عليه التوابل بتاعتي. انا ضفت فلفل اسمر وملح ومرقه فوريه